حطت طائرة جلالة الملك محمد السادس بصحبة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في مطار القاهرة. ما أن حطت الطائرة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال الإخوة. وانا نقول عليه الوزير الاول تاعنا السيفي غريب رفد روحه وراح لمصر وتلاقى مع السيسي ودير هذيك القعده وقال لك التعاون والعلاقات. وانا نقول شا بيننا حنا وبين مصر، يعني ما كانش هذيك الصله القويه. مي انه انت تروح فجاه لمصر، السبب الحقيقي انه الجزائر، النظام الجزائري سمع بلي الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد لقاء قمه مع السيسي. هذا هو السبب الحقيقي. انا اعتقد انه هذا اللقاء القمه في القاهره سيخرج بقرارات تاريخيه او اتفاقيات تاريخيه على اعلى مستوى تستفيد منها هذه البلدان الثلاث، ولكن ستكون المفاجاه الكبرى اذا النظام المصري، اذا الحكومه المصريه، اذا الرئيس السيسي جاء خلال هذا اللقاء وقال، إذا النظام المصري، إذا الحكومة المصرية، إذا الرئيس السيسي جاء خلال هذا اللقاء وقال بصريح العبارة أن الموقف المصري من القضية الصحراوية هو الحكم الذاتي بسيادة مغربية. هنا واش غادي يصرى؟ يما واش غادي يصرى؟ عندنا ما غادي نسمعوا، عندنا ما غادي نسمعوا مقالات على الرقاصات، الفول، الكشري، المعايرة. غادي تنقلب، غادي كلشي ينقلب. غادي نتوما كمغاربه غادي ينسوكم واحد السيمانه ولا، وغادي يركزوا لنا مع مصر. مصر ستصبح، الوضع سيكون مأساوي وكارثي من خلال ردات الفعل، رد الفعل الحكومه الجزائريه التي احرجت نفسها بهذه الزياره المتسرعه الى مصر لمحاوله الضغط على الحكومه المصريه من اجل عدم الاعتراف بسياده المغرب على منطقه وين قرار مجلس الامن فراها فيها. زيارة من ملك المغرب إلى مصر؟ لا، دي زيارة ملك المغرب، زيارة ملك المغرب ورئيس الإمارات لمصر. توحد الرؤى بين الرباط وأبو ظبي والقاهرة، شعارات الحداثة والتنمية والتضامن العربي، وأنا أراها كذلك بالتأكيد، ولكن لابد أن يكون هناك شيء آخر. قبلها بيوم الوزير الأول الجزائري اللي هو زي رئيس الوزراء عندنا في زيارة رئيس عبد الفتاح السيسي، الوزير الأول الجزائري لمقابلة رئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوم واحد من الزيارة دي. هل ممكن يكون الموضوع لوساطة مصرية؟ لازم تربطها مع بعض. الجزائر جنة جنونها. الجزائر بتتخبط. هناك موقف خطير في المنطقة. أعي تماما وأكاد أن أكون متأكد أن النظام الجزائري يمكن أن يقدم على أي شيء. هم لا أخلاق لهم ولا أمان لهم. مصر داخلة في مشاريع في بعض المنتهيات نتاعها تتعارض تماما مع الاستراتيجيات والنهايات للجزائر. وخلي البير بغطاء، يعني البير بغطاء. وهي دولة تمشي مع الخطة المغربية في الصحراء الغربية. أنا راح نجيهم من الجهة الأخرى باه أفند كثير من الادعاءات يدعوها الاستراتيجية. أي هذا الكلام الكبير وكذا منا. احنا رانا في غرقة كبيرة، احنا رانا في عزلة دبلوماسية لم نشهدها منذ الاستقلال. زلحن وتناقشت مع واحد ورطنا في قضية الصحراء الغربية، ورطنا مع الشركاء الإقليميين، ورطنا مع فرنسا، ورطنا مع مالي، ورطنا مع اسبانيا، ورجع العلاقات مع اسبانيا، وراه يرجعوا العلاقات مع فرنسا. السيد عنده مشكلة حتى مع الاتحاد الأوروبي. نحن في ورطة حقيقية، وذاب قليل من الثلج فظهر قليل من المرج، وسيذوب أكثر ثلج الكذب لهذه السلطة، وسيظهر هذا المرج، وسيظهر أنه مرج موش أخضر أصفر. هذا مؤشر خطير. يعني العملة نتاعك هي مؤشر على التضخم اللي راك موجود فيه، هذا التضخم الحقيقي وليس التضخم الرسمي، لأن التضخم الرسمي يحسبوه على السعر الإداري. هذا التضخم الإداري. الحقيقة والواقع أنه الدينار في انهيار، أنه البطالة في زيادة، التضخم في زيادة، لكن هناك خطاب رسمي يقول غير ذلك. المواطن يعيش التضخم. ما معناه يعني في الاقتصاد التضخم؟ أنه عندك
السيولة مالية، عندك كم من المال لا يقابله إنتاج. نفس القدر من السلع، وبالتالي يكون عندك توفر البطاطا تحت سعر تاعها تشريها ب1000 فرنك، تقل البطاطا قلوا الحبات تولي ب100,000 وما تشريش حبة بطاطا. ها هو معنى التضخم يعني بكل بساطة. المواطن الجزائري الذي يذهب إلى السوق ليشتري الفواكه والخضر واللحم والدجاج والسمك يعرف يعيش التضخم، هو يعيشه صحيح، ويعيش معنى انهيار القدرة الشرائية. لكن السلطة عندها تصريحات. والمواطن الجزائري في الأسواق الجزائرية اللي يروحها يوميا، مواطن يقضي يوميا هو عبارة عن تعبير، هو التكذيب يمشي على الأرض لما يقوله تبون. هذا ما أقول لك يعني. حتى أنه في الجريدة نقلوا تصريح عن فرحات أي تعليل الوزير السابق: ارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازية يكشف اختلالات عميقة في المنظومة الرسمية. تعرف يعني كلامك وقالوا بالعربية الفصحى بين قوسين يعني. لكن هناك إنكار مثلا. نعم. الرئيس لما يتكلم يقول لك كاين الدينار والدينار الطفيلي، لكن في النهاية الجزائر ضحكوا عليه الناس. ضحكوا عليه الناس لما يبدا يحكي على الدينار الطفيلي ورسموا دينار، حطوا فيه الصورة نتاعو وسموه الدينار الطفيلي. والله يعني الجزائريون ليسوا أغبياء، أذكياء جدا. يتكلموا حتى على قضية طباعة النقود، يقول لك لا بلونشا بي. بات المغرب اليوم على أتم الاستعداد لاحتضان كأس إفريقيا على جميع المستويات، مع اقتراب موعد انطلاق هذه البطولة القارية الكبرى. وجهز المغرب فنادق وملاعب بمعايير عالمية، كما وفرت بنية تحتية متطورة تعكس جاهزيتها لحدث بهذا الحجم. وقد أعد المغرب كل الظروف لإنجاح هذا العرس الكروي الذي يعد الأهم في القارة السمراء. وبإجماع المتابعين يتوقع أن يكون من بين أنجح نسخ كأس إفريقيا. ويبقى التحدي الأكبر لدى المغاربة هو التتويج باللقب الإفريقي على أرض الوطن. ولضمان راحة المنتخبات المشاركة وفر المغرب ملاعب تدريب خاصا بكل منتخب، إلى جانب ملاعب رئيسية بمعايير عالية الجودة تم افتتاحها حديثا بعد إنجازها في وقت قياسي وبأياد وخبرات مغربية. شاركونا رأيكم من خلال التعليقات